السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ فاتك الثاني. معكم فاطمه الزهراء. اقتراح ديال اليوم كيف كتلاحظوا معايا بغيت نشارك معكم واحد الضيافه هماويه باطباق رائعه مميزه. بغيت نشارك معكم غير التحضيرات، انما الوصفات غنشاركها معكم مستقبلا. كل وصفه غنشاركها معكم على حده. هنا كيف تلاحظوا معايا هادو هما الوصفات او الاطباق اللي قدمنا للضيوف ديالنا. هذه البسطيله مزينه بالكنافه واللوز ومحينشات بالدجاج واللوز، كتجي رائعه ومزينه باللوز ايفيلي. المنظر ديالها كيشهي وحتى الحجم ديالها كبير تبارك الله، وجات عاليه والمذاق ديالها لذيذ كيف كتلاحظوا معايا. جات رائعه. هنا عندنا اللحم مشوي في الفران مع الكسكسو، الصفه ديال الكسكسو بنيسلي واللوز والزين كان بسيط. هنا بالنسبه للحلوه اللي حضرت، هذه الحلوه هذه حضرتها باش نقدموها مع العصير. هذه حضرتها تقريبا يومين قبل حتى النهار الثالث عاد غادي يجيو الضيوف باش كتشرب هذاك السيرو. والكيك ديالنا كيجي رطب، والكريمه مع الجينواز كيتشرب مع بعضياتهم، وكيجي المذاق ديالها هائل، كتجي لذيذه وكتشرب مزيان كيف كتلاحظوا معايا. اشكال بسيطه. الحلوه من طبيعه الحال نفس المذاق نفس المكونات، غير الزين كيختلف. هذه ما تخافوش منها، انا كنحضرها يومين قبل او 3 ايام ما كيطرى ليها والو، غير كنغلفها وكنحطها في واحد المكان بارد. الا كان الصيف راه كتحطوها في الثلاجه، الا كان الجو بارد بحالنا حنا خليتها غير في المطبخ. هاد الحلويات كيجيو المذاق ديالهم رائع وكيجيو رطبين كيف كتلاحظوا معايا. درت 2 بلاطوات. دائما بهذا الشكل ديال الحلوه دائما كتقدم او كتحضر يومين قبل باش كتنقصوا لكم شويه الخدمه، وفي نفس الوقت هذيك الحلوه كتشرب وكيجي المذاق ديالها زوين. انا خليتها غير في المطبخ، غير غلفتها وخليتها في المطبخ لانها الفيديو مصور في شويه تقريبا في شهر جوج، كانت الاجواء شويه بارده. انا خليتها غير في المطبخ، ما كانش مشعلين فيه سخونيه صافي وما طرا ليها والو. شحال من واحد كيسولني واش الكريمه كتنزل. حتى هذه الحلوه هذه حضرتها يومين قبل، والنهار الثالث عاد غادي يجيو الضيوف، حتى هي خليتها غير في المطبخ. من طبيعه الحال تكونوا مأكدين ما غطي عليها حتى حاجه صافي، ولا كتغلفوها. راه فايته مشاركه معكم الطريقه ديال التغلاف. هنا بالنسبه للفواكه هي حضرتها ليله قبل. من حسن الحظ كانت الاجواء بارده، حتى حاجه ما خسرات حتى حاجه ما تاكسدات، اللون ديال الفواكه ما تغيرش. بالنسبه للكلاص هو حضرته من قبل، ولكن الزين حضرته غير ليله قبل، زينته وقاديته ورجعته للثلاجه. بطبيعه الحال الثلاجه تكون خاويه، الفريكو ديال الثلاجه باش الكلاص ديالنا ما يشمش الرائحه. بالنسبه لهذه الفاكهه والحلويات الاخرى حتى هي ليلتين قبل المناسبه، لانها باش ما تكثرش علينا الشقه وما نداركوش في اخر لحظه، لان ما يمكنش غادي نديرو كلشي غادي تزين غادي تشقى غادي تستقبل الضيوف تقابل الفران كيجي شي صعيب. حتى الكنافه هي حضرتها وغلفتها مزيان. هذا هو لومبالاج اللي كندير كيف كتلاحظوا معايا. كنغطيهم بحال هذا الشكل هذا صافي، كنت خليهم في مكان بارد. الا كان عندكم الكراج بارد مثلا ملاصق مع الدار كيف عندنا كتغلفوهم بحال هكا وكتحطوهم بحال الثلاجه. خصوصا الناس اللي كيعيشوا في اوروبا كيكون الجو بارد بزاف. هاد الحلوه هادي شحال من واحد سولني واش ما كتخسرش ولو كتبقى خارج الثلاجه. هاد الحلوه بغيت نقول لكم صورتها 3 ايام قبل، حتى المذاق ديالها ما كيطرى ليها والو. هي قد ما طالت قد ما كيجي المذاق ديالها مزيان. بطبيعه الحال ما غنفوتوش واحد المده معينه، 3 ايام ما نفوتوش، تقريبا كنديروها يومين قبل ونهار الثالث تيكونوا الضيوف صافي. وقدمتها وحطيتها هنايا وجدنا كلشي حطيناه بهذا الشكل هذا. حتى الديسير والكلاص النهار اللي غادي يجيو فيه الضيوف حضرته باش نصوروا لكم. من بعد رجعت الكلاص المكان ديالو فين كان حتى وصلت وقت الماكله. بالنسبه للعصير هو طحناه في الصباح، طحناه بالعصير حتى هو ما تاكسد. حاولنا نديروا العصير اللي ما يتبدلش اللون ديالو، لان ما يمكنش نديروا كلشي حتى لاخر لحظه، شويه صعيب الحال. هنا زين الطبله زيناها حتى هي ليله قبل. كيف قلت لكم ما يمكنش نديروا كلشي في نفس النهار، لان الضيوف غادي يجيو تقريبا مع جويه 11 ونص. لا يمكن غادي تزين الطابله وتقاد، ما يمكنش يستحيل. هذا هو الشكل ديال الكلاص. انا درت الكلاص داير هذا الكلاص كنت حضرته من قبل، وجاني هذا الفيديو هذا كيوضح كيفاش التزيين ديالو وشاركته معكم. هنا كنديروا التزيين ديال البسطيله سميتوها الصديقه ديالي، دائما من عائله العريس هي اللي حضرت هذه البسطيله هذه وجات طيبتها في الدار صافي. وجابت تبارك الله عليها كلشي محضر، البريوات المحنشه هذيك الكنافه صافي غير طابت وصافي ودرنا التزيين ديالها بحال هكا. جا المذاق ديالها هائل. من هذا المنبر كنوجه ليها التحيه. فين هاد البسطيله جا المذاق ديالها رائع، حتى البريوات جاو لذاذين المذاق ديالهم مقرمش والمذاق بنين. وكان هذا هو التزيين بطبيعه الحال طلب ديال الام ديال العريس. راني سبقت لي وشاركت معكم الفيديو ديال نهار الشوفه
او كيفاش مشى العريس او الهدايا اللي حضر اللي داهم نهار الشوفه باش تعرف العائله العروس. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، واني وعدتكم في هذاك الفيديو باش نقدم لكم هذا الفيديو ديال الضيافه، لان كاع الفيديوهات حطيتهم لكم متعطلين. ومن بعد ان شاء الله غادي نحضر معكم او غادي نشارك معكم الفيديو ديال التفكيره او التفكور الهدايا اللي كيقدم العريس للعروس فاش كتكون العروسه مازال في دارهم، كتكون شي مناسبه ديال الشي عيد كيدير لها واحد الهدايا. بالنسبه للحلوى، هذيك حلوه بلديه صوبا ام العريس اللي طلب من الابن ديالها، حلوه بلديه تقليديه صافي. هادو مملحات زينا بهم الطبله، اعتمدنا اللون الاحمر لان الطورطه درنا فيها تزين بالاحمر. صافي مشينا على هذا المنوال، هذاك الصندوق هذا فيه الهديه غادي يقدمها للعريس العروسه ديالو او بالاحرى الخطيبه ديالو. كنوجدها كنشرى هذا الصندوق هذا وزينوه هوايا وكلشي وعمرو بالهدايا. صافي غتفتحوا العروس هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. فعلا كانت اجواء رائعه، الله يكمل عليهم بالخير. مستقبلا غادي نشارك معكم بعض اللقطات ديال العرس، واحد العرس داز رائع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه اللي كتخليو ليا، وكنرحب بالناس اللي انضموا للقناه، كنقول لهم مرحبا الف مرحبا. الى هنا كنوصلوا لنهايه ديال الفيديو، استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.